فنانين ربنا ابتلاهم في عيالهم ومحدش حاسس بيهم ولا عارف إن ورا الضحك والتمثيل والغنى هموم كبيرة. فنانين بيعيشوا مأساة رغم شهرتهم وظهورهم على الشاشات. أولهم الفنان إيهاب توفيق اللي كان بيتمنى طول حياته يخلف توأم، وأول ما اتجوز سافر مع مراته أمريكا عشان تعمل عملية حقن وحملت في توأم، لكنها ولدت قبل ميعادها، وده اللي تسبب في إن التوأم أحمد ومحمد يتولدوا بمشاكل صحية. الأول كان عنده مشكلة في القلب، والتاني طبقات جلده ما كانتش مكتملة، والمرة الوحيدة اللي حكى عنهم فيها إيهاب قال إنهم في أمريكا بيتعالجوا بقالهم سنين. والفنانة مها أحمد وجوزها مجدي كامل اللي متجوزين من سنة 94، وأول فرحتهم كان أحمد وبعدها عادل، لكن أحمد حصلت له مأساة بسبب الدكتور اللي كان بيولد مها، شغل الشفاط وكانت هتموت هي وابنها، لكن لحقوها وولدوها قيصري. وبعد ولادتها اكتشفوا إن الشفط ده سبب له ضمور في خلايا المخ وعمل له شلل تام. وقالت مها عنه إن هو الحياة، وربنا اختار لي إن أكون في الجنة أنا وجوزي من غير سعي مننا في الدنيا. لكن بعد ظهورها مؤخرا على تيك توك الناس اتنمروا عليه، والبعض اتهمها إنها بتتاجر بمرضه، ورد مها كان: أنا لو بتاجر بابني كان زماني طلبت له معاش من الدولة، إحنا مش عايزين حاجة من حد، وأنا عمري ما طلبت من النقابة حتى بطاقة علاج. الفنان هشام سليم اللي اتجوز للمرة الأولى من ميرفت النحاس وخلف منها 3 بنات، لكنه من وقت ولادة بنته الكبيرة نورة سنة 91 وهو شايفها مش طبيعية زي باقي البنات، لغاية ما بقى عمرها 18 سنة وجات في يوم وقالت له: أنا مش عارفة أعيش وحاسة إن عايشة في جسم غير جسمي. هشام ما كانش فاهم حاجة، ولما سأل الدكتور عرف إن نور هرمونات الذكورة عندها أعلى من الأنوثة ولازم تعمل عملية تحويل نوع، فصفرها وعملت العملية ورجع نور ولد. وكان هشام سليم هو الدعم الوحيد لابنه في مجتمع ما كانش متقبله، لدرجة إنه فكر ينتحر. وبعدها هاجر نور على أمريكا ومرجعش غير لما والده جاله مرض الكانسر وفضل جنبه في أيامه الأخيرة لحد ما مات. والفنان هاني شاكر اللي بعد ما اتجوز من حب عمره نهلة توفيق سنة 82 وبعد سنتين خلف منها بنته دينا وبعدها ابنه شريف، وفي سنة 2008 اتجوزت دينا من المستشار ممدوح مجدي، وبعدها بسنة خلفوا توأم مجدي ومليكة. لكن هاني شاكر ملحقش يفرح بأحفاده، وبعد شهور اكتشفوا إصابة دينا بسرطان المعدة، وفضلت سنتين تعاني من المرض واتفرغ لها هاني شاكر تماما، وفضل يسافر معاها كل رحلات علاجها لباريس، لكنها رحلت في 2011 وسابت ولادها اللي كان عمرهم 2 سنين، وتولى هاني شاكر تربيتهم، وقال إن هما اللي هونوا عليه فراق بنته لأنه بيشوفها فيهم. أما الفنانة يسرا اللوزي واللي اتجوزت سنة 2009 من زميلها في الجامعة أحمد التربي، وبعدها ب5 سنين خلفت بنتها الأولى، وبعد ما بقى عمرها سنة اكتشفت يسرا إنها لما بتنادي عليها مش بتنتبه، وهنا عرفت إنها فاقدة حاسة السمع وعملت لها عملية زراعة قوقعة. ولما اتكلمت يسرا اللوزي عن مرض بنتها قالت: أصعب لحظة لما عرفت الخبر، لأن من وهي في بطني كنت بغني لها، فأنا قعدت 1.5 سنة بغني لها كل يوم عشان تنام وهي ما بتسمعنيش. لكن الحمد لله بنتها قامت بالسلامة وبدأت بالتخاطب، لكن ما سلمتش من التنمر، وواحدة قالت لها: يا أم الطرشة. لكن يسرا ردت عليها وقالت إنها فخورة بكونها أم لطفلة صماء. أما الفنانة داليا البحيري في أول جوازة ليها كانت من سعيد جمال وخلفت منه بنتها خديجة، لكن البنت اتولدت بنقص في الجينات وخلل في العضلات، وده مرض نادر بيسبب الوفاة. وبعد ما لفت بيها على دكاترة كتير في باريس البنت ما كملتش 8 شهور وتوفت، وكانت لحظة صعبة جدا على داليا لدرجة إن أبوها كان بيديها حبوب عشان تفضل نايمة. والفنانة مايا نصري اللي كانت محققة شهرة كبيرة وألبوماتها كانت مكسرة الدنيا في الألفينات، واتجوزت في 2010 من المخرج إيهاب لمعي وخلفت 2 وولد، لكن من وهي حامل في الشهر السادس عرفت إن ابنها عنده مشكلة في القلب، وكانت أكبر صدمة في حياتها. واتولد ابنها وفي نفس اليوم أخدوه منها عشان يعمل عملية قلب مفتوح. وبتقول مايا إن شكله وهو بيتاخد منها كان أهون بكتير من شكله وهو خارج وصدره متخيط من رقبته لحد بطنه، وإن ده كان سبب بعدها عن الفن لمدة 7 سنين. وآخر الفنانين دول هو الفنان جورج وسوف اللي فقد ابنه وديع فجأة بسبب عملية تكميم، ووصف جورج وسوف الفقد
بإنه أصعب شيء ممكن يحسه أي بني آدم، وإن فراقه خلع قلبه. أسرار كل يوم، لكل يوم لون، ولكل لون حكاية.